كل استثمار يحتاج بنية تحتية، بس يبدو بالعراق قبل البنية التحتية نحتاج بنية قانونية. اكو مشروع اسمه مول العراق، قيمة استثماره تتجاوز 700 مليون دولار، وبأكثر من 4000 موظف، وموقع استراتيجي بمنطقة الدورة قرب جسر الطابقين، وغالبية الناس تعرفه وتنتظر أن ينفتح. بصراحة المشروع توقف، الأعمال تعثرت، والاتهامات تبادلت بين الطرفين. إدارة المول تتحدث عن ابتزاز ممنهج ومحاولة هدم لأجزاء من المشروع بدون مبررات قانونية، وتتهم وكيل الأمانة بشكل مباشر. يجيني وكيل بالأمانة يسوي هذا كله بيه؟ بالمقابل أمانة بغداد أصدرت بيان رسمي توضح به أنه الإجراءات قانونية تماما، وأنه المشروع خالف شروط تنفيذ مجال الصرف، وبدأ يمد شبكات قبل استكمال أعمال الدولة وبلا موافقات تصميمية، وحتى مجسمات التشجير تم تنفيذها من دون موافقات. الأمانة ببساطة جاي تدعوهم أن يراجعوهم حتى الأمور تمشي بشكل رسمي. ولكن المشكلة مو فقط قانونية ولا إدارية، المشكلة أعمق. شلون نتعامل مع مشروع استثماري بهذا الحجم ونتفادى عقلية كتابنا وكتابكم؟ ومن الطرفين صارت تصريحات هجومية، وأعتقد أكو غياب جهة مرجعية تفصل بين الطرفين. هنا لازم نسأل، هل أكو محكمة اقتصادية تفصل بهيك قضايا بسرعة؟ وإذا مشروع بهذا الحجم يوصل لهاي النقطة، شلون حال المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ اللي دا يصير اليوم بمول العراق مو نزاع محلي، هو انذار مبكر يقول انه الاستثمار مو مجرد ارقام، هو بيئة وثقة ونظام قانوني محترم. واذا هاي الثلاث عناصر مفقودة، فالمشاريع مهما كبرت راح تبقى تحت رحمة من يملك صلاحية الايقاف. مع تحياتي.